السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده على دواء معين وايه استخداماته. هنبدا ان شاء الله، ممكن نعمل سلسله بسيطه هتبقى يعني ايه، ممكن يوم ويوم او على حسب يعني ايه تسهيل ربنا، او ممكن كل يوم نتكلم عن دواء معين ونستخدم استخداماته لو الناس مثلا عارفاه وعايزه تعرف ايه ايه مثلا بيتاخد لايه وكده. بس عايز اقول لك دايما في الاخر ما تاخدش اي دواء الا لازم باستشاره دكتور. هنتكلم النهاردة عن دواء اسمه الفينتيرن، وده بيستخدم لعلاج تورم الوش والالتهاب اللي فيه برضو، وللودن والبلعوم، التهابات البلعوم برضو والحنجرة. بس عايز اقول لكم يا جماعة، في الاول وفي الاخر دايما اي دواء عشان تاخده وحد ينصحك بيه، يعني تاخده على طول ايه من غير تردد، لازم ايه احسن تستشير دكتور، عشان مش كل دواء زي ما قلت 100 مره. انا ما كنتش عايز اتكلم في موضوع الادويه ده، بس انا ممكن ادي الناس فكره ومعلومات عامه عن الناس لو عايزه تعرف ده الايه وده الايه وده ايه. بس انما عشان تاخده مش هتخسر حاجه لما ايه، لما تستشير طبيب افضل. بس اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.